هنعمل فيديو خفيف وجميل كلنا بنحبه. المقادير بتاعته: معايا بتنجان شويته على البوتاجاز ماشي، ومعايا معلقه توم صغيره، ومعايا طماطم شويتها برضو على البوتاجاز هنا اهيت، وده فلفل، التوابل بتاعتها بابريكا، ملح، كمون. هنبتدي اول حاجه كده نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طريقه حلوه لتقشير البتنجان. هناخد البتنجانيه كده نقطع الحته اللي فوق بالسكينه، بسم الله الرحمن الرحيم، ونحط البتنجانيه بتاعتنا في قلب الكيس ماشي. نضغط على البتنجانيه ماشي، نطلعها. شايفين الطريقه دي؟ البتنجانيه هتطلع والقشر هو اللي هيستنى معايا في الكيس من جوه. شايفين ما شاء الله البتنجانيه طلعت اهي، والقشر هو اللي موجود في الكيس من جوه. هنعمل بقى واحده تانية ان شاء الله. اول حاجه بتضغطي على البتنجانيه من فوق من هنا كده بطريقه كده ماشي، بطريقه كده. بعد كده بقى تضغطي على البتنجانيه كلها من الكيس كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو اتبقى معاكي حاجه في الكيس عادي مفيش مشكله برضو، ممكن نطلعها. معانا طماطمايه اهيت، هنشيل القشر بتاعها كده، نسمي الله كده ونصلي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه ماشي. وهنحط كل المقادير بتاعتنا ديت في الخلاط. وده فلفل الوان، قلت اما احطه معاه بالمره كمان هي. نسمي الله بقى كده، نحط في الكبه بتاعتنا المقادير. دلوقتي بفضي الفلفل بتاعي من القلب بتاعه. حطيت كمان الفلفل الالوان اللي انا وريته لكم، وهنزل بالتوابل برضو، وبمعلقه الثوم الصغيره اللي انا حطاها. طبعا لو عندي كوبايه زبادي كنت حطيته معاه، هيديله طعم وهيرطب برضو كمان ايه للمعده. دي التوابل بتاعتنا، بسم الله الرحمن الرحيم. نزلت بالثوم بتاعي كمان، معايا باكو طحينه كمان هنزله معايا اهوت. هنحط دلوقتي كام معلقه زيت معانا، هيديله طعم وهيبقى حلو. هحط دلوقتي الطحينه، باكو الطحينه بتاعي. طبعا لو معايا كوبايه زبادي ولا كوبايتين زبادي على الخليط ده هيخليه تحفه وطعم. والله البتنجان عملناه طعمه وريحته حكايه تحفه تحفه. ان شاء الله تعملوا زيه وهيعجبكم. ما تنسوش بقى تخشوا القناه بتاعتنا وتشتركوا وتعملوا لنا اعجاب وتعليق كده حلو منكم. مع السلامه.